شرطة مقابل لا شيء لفريق الكوفة الذي يحاول ويعدل النتيجة. يعدل النتيجة فريق الكوفة عن طريق علي فارس. 1-1 الآن بداية المباراة. هدف مقابل هدف. نتيجة بداية لكل فريق هدف. قاعة الكوفة وبالتالي فريق الكوفة الفريق المستضيف يحاول وهنا التسجيل بهدف ثاني عن طريق زيد جعفر لمصلحة فريق الشرطة. هدفين للشرطة مقابل هدف لفريق الكوفة. هنا التحضير هذه المرة عن طريق أمين نضال لاعب المحترف السوري بتشكيلة فريق الكوفة. صافرة ولدينا خطأ. رمية 9 أمتار. كرة ملعوبة الآن لمصلحة فريق الكوفة. تحضير إلى جهة اليمين. أمين نضال مرة أخرى المحاولة مستمرة وتبقى ولكنها خاطئة إلى الخارج. ارتداد ربما يكون سريع لفريق الشرطة الذي يحاول ويسجل الهدف الثالث. يسجل الشرطة الهدف الثالث الآن. هدف ثالث لمصلحة الشرطة هذه المرة. تسجيل عن طريق غسان المولدي لاعب المحترف التونسي بتشكيلة فريق الشرطة. 3-1. 3 أهداف مقابل هدف واحد لفريق الكوفة. والتصويب وكانت خطيرة عن طريق اللاعب أمين نضال. ارتداد سريع والتصويب وصافرة ولدينا خطأ لزيد جعفر. خطأ الآن لزيد جعفر. رمية 9 أمتار. تحضير علي عدنان لزيد لعلي عدنان مرة أخرى. محاولة مستمرة. علي عبد الرضا لعلي عدنان. نقلات فريق الشرطة فريق الذي يحاول من خلال هذه الكرة وهذه المحاولة. تبقى الكرة وتبقى إلى جهة اليسار ممكن من خلالها فريق الشرطة يحاول وباحثا عن هدف وصافرة وخطأ لفريق الكوفة. خطأ الآن. هنا حارس المرمى أمير خالد. تحضير الآن. كوفة يحاول أن يقلص الفارق والصافرة وخطأ لفريق الكوفة. صافرة ولدينا خطأ. تحضير من قبل جهة اليمين حيدر جعفر إلى أمين نضال. هذه المرة تبقى لمصلحة فريق الكوفة الذي يحاول. بعد ذلك لمهند عادل. مهند عادل بالمناسبة مهند عادل هو هداف الدوري بعد انتهاء المرحلة الأولى ب131 هدف. مهند عادل لاعب نادي الكوفة لاعب بالرقم 22 هو هداف الدوري ب31 هدف. بينما هنا الشرطة وتصدي ممتاز من قبل حارس المرمى أمير خالد. أمير خالد تصدى للكرة الماضية كرة عبد الكريم حسن. يبقى فارق الهدفين ويبقى التقدم ب3 أهداف مقابل هدف واحد. الشوط الأول كوفة الآن يحاول ومن خلال هذه الكرة والمحاولة مستمرة وسريعة. أمين نضال. أمين يحاول والصافرة والخطأ. بعد التمرير كان من حسن عبد المهدي لأمين نضال والصافرة والخطأ. مدرب فريق الشرطة طبعا التونسي كمال هديدر المدرب الذي أتى خلفا للمدرب الذي قدم الاستقالة خالد عدنان قبل انتهاء
المرحلة الأولى بدور واحد، قدم الاستقالة ويأتي بعد وخلفا له المدرب التونسي كمال هديدر. هنا تصدي من قبل حارس المرمى أحمد مكي، محاولة مستمرة عادت لفريق الكوفة، ارتداد سريع أمين نضال، محاولة مستمرة علي فارس، وصلت بعد ذلك لمهند حسن عبد المهدي، أمين نضال، حسن لمهند عادل، تبقى المحاولة مستمرة لأمين، بحث عن ثغرة، محاولات مستمرة، الكوفة فرصة وحارس المرمى يتصدى كالمعتاد أحمد مكي، والهجوم المرتد، هذه فرصة للشرطة، هدف رابع من المولدي غسان سجل هدف رابع لفريق الشرطة، وهو هداف فريق الشرطة بعد انتهاء المرحلة الأولى ب 102 هدف، ثالث ترتيب هدافي الدوري. اليوم سجل هدفين ليصبح لديه لغاية الآن 104 هدف، 104 أهداف لغاية الآن لهذا اللاعب التونسي المحترف مع فريق الشرطة من خلال هذا الموسم. 4-1، تفوق واضح. خطأ حيدر فلاح، حكم اللقاء مع علي صالح. هنا التسجيل الآن، التسجيل هذه المرة يسجل فريق الكوفة عن طريق حسن عبد المهدي، حسن عبد المهدي يسجل لفريق الكوفة الهدف الثاني، 4-2. هنا غسان، لاعبين تحدث عن المحترفين، غسان المولدي وإسلام خليل، اسماء لاعبين المحترفين مع فريق الشرطة، وكذلك فريق الكوفة بلاعب واحد محترف السوري أمين نضال. هنا حارس المرمى أمير فرحان يتصدى للكرة، وفريق الكوفة ربما فيها خطأ لحارس المرمى. هنا مهند عادل، كرة لمصلحة فريق الكوفة، 6 أهداف في اللقاء، 4 للشرطة، هدفين للكوفة. هنا التحضير، حسن عبد المهدي، أمين نضال لمهند عادل، علي فارس، تحضير من جديد، تبقى المحاولة، ولدينا ربما خطأ لمصلحة فريق الكوفة. أمين نضال يحاول ويستمر بالمحاولة، ولكن الصافرة والخطأ، الصافرة وخطأ على اللاعب أحمد حسن. 9 أمتار بسرعة لفريق الكوفة، محاولة مستمرة تبقى لمصلحة الكوفة، والمحاولة مستمرة والتوغل، لكن حارس المرمى يتصدى، بينما هنا الارتداد السريع والمحاولة مستمرة. غسان بعد ذلك التصويب، وحارس المرمى من أمام علي عبد الرضا يتصدى باقتدار للكرة الماضية، عادت الآن وتبقى الآن. هنا الخطأ، أحمد حسن، غسان المولدي بتمرير علي عبد الرضا، يسجل علي عبد الرضا 5 الأهداف، 5 الأهداف بالنسبة لفريق الشرطة من خلال هذا اللقاء وفي هذا الشوط، 5 مقابل هدفين، لم يصل إلى التعادل لغاية الآن. فريق الكوفة منذ انطلاقة المباراة ومنذ انطلاقة هذا الشوط، بينما أمين نضال يحاول أن يقلل الفارق
ويسجل الثالث، ولكن دفاعات فريق الشرطة دفاعات المحكمة، دفاعات بانضباط، وهنا التسجيل بطريقة ممتازة عن طريق اللاعب علي فارس الذي يسجل في اللقطة الماضية للكوفة والشرطة هنا، وحارس المرمى يتصدى. 5-3 الآن، 5-3. علي عدنان، زيد جعفر، صافرة وخطأ على زيد جعفر من خلال الكرة الماضية. تحضير مهند، خطأ الآن لفريق الشرطة. حكم اللقاء، خطأ لفريق الشرطة الآن. تفوق لغاية الآن لفريق الشرطة على حساب الكوفة، طبعا الكوفة بقيادة المدرب حيدر عبد الواحد. فريق الكوفة استقطب لاعب جديد كذلك قادم من فريق الجيش بالرقم 66 اللي هو محمد الباقر، ربما نشاهده من خلال هذه المباراة ويشارك من خلال هذا اللقاء. تستأنف مباراة غسان المولدي. علي عدنان، علي عبد الرضا لزيد جعفر، تحضير علي عبد الرضا، وهنا التمرير والتصويب، لكن الكرة إلى الخارج. كانت قوية في اللقطة الماضية من قبل سين علي خضير، ولكنها مرت إلى الخارج، تبقى لمصلحة الشرطة. زيد جعفر، علي عدنان، زيد، حاولة مستمرة، وهنا التصويب والتسجيل. هدف لمصلحة الشرطة من جديد، يسجل من جديد فريق الشرطة عن طريق اللاعب حسين علي خضير الهدف السادس. الهدف السادس لفريق الشرطة. 6-3، فارق الثلاثة أهداف. هل يتمكن الكوفة من العودة؟ هنا التحضير بسرعة هذه المرة، صافرة وخطأ على علي عبد الرضا. حكم المباراة يتشاور حكام اللقاء علي صالح وحيدر فلاح، وبالتالي يحتسب الخطأ إذن لفريق الكوفة. خطأ لفريق الكوفة الآن. الكوفة الذي كلما حاول أن يقترب وأن يقلل الفارق، تشاهد فريق الشرطة يوسع الفارق ويسجل، لكن هذا الأمر ليس بالصعب جدا. ربما يعود، ربما يقلل الفارق وحتى يصل للتعادل. تبقى إمكانيات اللاعبين واستغلال الفرص والتنويع بالهجمات والتكتيك المعين بالنسبة للفريق، وهنا التسجيل بطريقة ممتازة، بينما حكم اللقاء أشار لوجود خطأ، أشار لوجود خطأ وهدف، هدف مع وجود خطأ. نتيجة 6-4 الآن.
6 مقابل 4 فارق الهدفين. تحضير علي عبد الرضا يسجل لمصلحة الشرطة، يسجل لمصلحة فريق الشرطة هدف السابع. 7 أهداف الآن لفريق الشرطة. التسجيل عن طريق علي عبد الرضا، هنا التحضير ولكن المحاولة مستمرة والتسجيل. التسجيل هذه المرة لفريق الكوفة، يسجل فريق الكوفة. زيد جعفر مع عبد الكريم، هنا التغيير اتجاه اللعب، عادت لزيد، يحاول زيد والتصويب ورمية جزائية الآن لمصلحة الشرطة. رمية جزائية وغسان على التنفيذ، هداف الفريق لاعب التونسي. رمية 7 أمتار والتصويب والتسجيل. التسجيل لفريق الشرطة، سجل الشرطة، تقدم الشرطة من جديد. هنا التحضير وصافرة وخطأ. اعتقد محمد الباقر لاعب الوافد الجديد القادم من فريق الجيش. تحضير مهند لأمين اللي يصوب ويسجل هدف جميل، هدف جميل لفريق الكوفة. هنا الارتداد سريع، الارتداد محاولة مستمرة وسريعة وفريق الكوفة كاد أن يسجل. كرة وصلت غسان، محاولة مستمرة لفريق الشرطة. صافرة وخطأ، تلعب بشكل سريع، محاولات مستمرة لفريق الشرطة، يتناقل الكرة وبالتالي الفريق قريب، ولكن القائم الأيمن تبقى المحاولة وحارس المرمى بالمرة الثانية من أمام عبد الكريم حسن يتصدى باقتدار، يتصدى بشكل ممتاز حارس المرمى. فارق ليس بالكبير، ممكن فريق الكوفة وممكن فريق الشرطة حتى كذلك يوسع الفارق. نوايا واضحة من أجل الفوز كلا الفريقان. صالي اللاعب أحمد حسن لاعب نادي خطأ الآن، رمية 7 أمتار أو 9 أمتار، ننتظر ونتابع. ربما 7 أمتار أو 9 أمتار. مهند عادل لمصلحة فريق الكوفة، المحاولة مستمرة. تحضير الآن والتسجيل، تسجيل بطريقة ممتازة لفريق الكوفة. أصبح قريب الآن جدا، أصبح قريب جدا. فريق الكوفة، بينما هنا الشرطة الذي يحاول. الآن أفضل فريق الكوفة، سيطرة وتسجيل واستحواذ وانتشاره ممتاز. بينما هنا التسجيل هذه المرة يظهر لنا حسين علي حمزة، حسين علي حمزة، لدينا حسين علي خضير ولدينا حسين علي حمزة.
كلاهما طبعا مع نادي خطأ أحمد مكي، ارتداد سريع، حاول التصويب والتسجيل. التسجيل الآن لفريق الشرطة، سجل الشرطة شوط أول لغاية الآن. لم يتمكن فريق الكوفة من أجل الوصول ولا حتى لمرة واحدة للتعادل. محمد الباقر، تحضير الآن، أمين نضال، أمين لمحمد الباقر وصافرة وخطأ، صافرة وخطأ من جديد لفريق الكوفة. مهند عادل لأمين نضال لمهند، بحث عن ثغرة للتصويب، تبقى مع الكوفة. مهند، محمد الباقر، أمين نضال، أمين بطريقة ممتازة. الله الله على أمين نضال اللاعب المحترف السوري، يسجل بطريقة ذكية ورائعة في اللقطة الماضية. حلوة لأمين نضال، حلوة لأمين نضال، يسجل بطريقة أكثر من رائعة في اللقطة الماضية. سجل هدف يبدو لي هو الأجمل في اللقاء لغاية الآن، بطريقة ذكية وبحرفنة سجل من خلالها أمين نضال واحد من الأهداف الجميلة لفريق الكوفة. ارتداد سريع، مهند عادل، تحضير أمين، لاعب غير من واقع المباراة، غير من واقع الأداء بالنسبة لفريق الكوفة باللقاء، وتشاهد أكثر اللاعبين تحركا وصناعة للأهداف وتسجيل للأهداف حتى من غير كرة، تشاهد بتحركاته الممتازة. هنا خطأ 9 أمتار، علي فارس، مهند، علي فارس لمهند، صافرة وخطأ من جديد. خطأ الآن، بينما هنا التحضير والمحاولة مستمرة والتسجيل. سجل الكوفة، سجل الكوفة. هنا ارتداد لفريق الشرطة، المحاولة مستمرة، البحث عن التصويب. علي عبد الرضا، ولكن العارضة تتكفل بالإبعاد. أمين نضال، هل يعدل النتيجة فريق الكوفة؟ هل يستطيع التعديل؟ ننتظر ونتابع. مباراة في شوط في سجال ما بين الفريقين، وهذا الأمر بكل تأكيد يعني ممتاز إذا ما كان حاضرا. تبادل الهجمات، ضغط، تسجيل، محاولات، سرعة بالأداء، كل هذه الأمور تعطي أفضلية للفريقين بالتقدم إذا كان الشرطة أو فريق الكوفة، على اعتبار أنه فريق يسجل هنا وفريق يسجل من هنا. مباشرة يكون الرد سريع، عندما يسجل فريق يكون الرد سريع من الفريق الآخر وتكون العودة سريعة. هذا يجعل المباراة مثيرة ويجعل المباراة سريعة بين الفريقين. هنا التحضير، طالب بخطأ، وهنا التسجيل لفريق الكوفة. سجل الكوفة الآن، سجل الكوفة، سجل الكوفة. لدينا تايم اوت لفريق الشرطة.
تايم اوت لفريق الشرطة. تراجع مستوى فريق الشرطة في الدقائق الأخيرة. تقدم ب10 للكوفة مقابل 9 لفريق الشرطة. إذن الآن تقدم الكوفة، يتقدم ب10 مقابل 9. تقدم للمستضيف. ب10 أهداف مقابل 9. 19 هدف لدينا في اللقاء. ست دقائق على نهاية الشوط الأول. تفوق باقتدار، تفوق بامتياز فريق الكوفة بعد ما اجتهد، وبكل تأكيد محاولات جادة على المرمى ومحاولات سريعة، وبكل تأكيد يعني التركيز الكبير من قبل اللاعبين، وأبرز اللاعبين اللي هو أمين نضال، لاعب الذي استطاع أن يقلب النتيجة واستطاع أن تكون النتيجة إيجابية لمصلحة الفريق. هنا خطأ لفريق الشرطة. حسين علي حمزة، زيد، تصويب والتعادل. غسان المولدي لاعب التونسي يعدل 10 مقابل 10. 10 أهداف لكل فريق، 20 هدف في اللقاء لغاية الآن. ممتازة جدا ورائعة جدا المباراة عندما تشاهد فيها هكذا سجال، وهكذا مباراة تشاهد فيها السرعة بالأداء والمحاولات. كرة لمصلحة الشرطة الآن. حسين علي حمزة، زيد جعفر، علي عدنان، زيد، تمرير، تحضير بسرعة وبقوة، صافرة، وخطأ للاعب التونسي غسان. خطأ للشرطة. من يتقدم الآن؟ من يسجل الهدف 11 من خلال هذا اللقاء اللي لغاية الآن التعادل يسيطر ويفرض نفسه من خلال الدقائق التي مرت. هنا التحضير جهة اليمين، محاولة مستمرة. مهند لحسن عبد المهدي، أمين لحسن، يعود لأمين، تحضير مهند، الهداف، ورمية 7 أمتار، رمية جزائية الآن لهداف الدوري مهند عادل صاحب 131 هدف، بينما على التنفيذ أمين نضال. أمين نضال يحاول أن يتقدم ويسجل فريق الكوفة. سجل الكوفة الآن، سجل فريق الكوفة ويتقدم. هنا التحضير وتسجيل بطريقة ممتازة، تسجيل بطريقة ممتازة هذه المرة. لفريق الشرطة من خلال
اللقطة الماضية. تحضير من حسن عبد المهدي. أمين نضال لحسن، خطأ واضح، خطأ حكم اللقاء. علي فارس على التنفيذ. حسن عبد المهدي يحاول ويمر، ولكن الخطأ الآن على حسن. ارتداد زيد جعفر، تصويب والتسجيل، تصويب والتسجيل بطريقة ذكية وكبيرة ورائعة جدا لفريق الشرطة. لدينا تايم اوت الآن، تايم اوت لفريق الكوفة. شوف النتيجة، تقدم فريق الشرطة ب 12 هدف مقابل 11. فارق الهدف الآن، ولكن الفارق لمصلحة الشرطة بعد ما كان الفارق لمصلحة فريق الكوفة ب10 مقابل 9. الآن أصبح الفارق لفريق الشرطة. ولا زلنا في الشوط الأول، ولا زالت المباراة مستمرة وجيدة ما بين الفريقين. المدرب التونسي كمال هديدر والمدرب حيدر عبد الواحد. تقارب المستوى لكلا الفريقين، نتيجة كذلك، وحتى على مستوى التسجيل فريق يسجل وفريق الآخر يعود وكذلك يسجل. لم نشاهد فارق كبير إلا في بداية الشوط لمصلحة الشرطة، وصل الفارق إلى هدفين وحتى وصل إلى 3 أهداف. تقريبا دقيقة ونصف الدقيقة، دقيقة ونصف الدقيقة على نهاية الشوط الأول. مهند، حسن، أمين، تحضير. كوفة يحاول أن يتعادل والمحاولة مستمرة. أمين نضال، صافرة وخطأ، صافرة وخطأ لفريق الكوفة. تحضير الآن حسن عبد المهدي، مهند عادل يحاول والمحاولة مستمرة والتسجيل بطريقة ممتازة، يسجل ويعدل النتيجة، يعدل النتيجة. وهنا هدف، هنا هدف لفريق الشرطة. 13 مقابل 12، 13 مقابل 12. ثواني الأخيرة، هل يتعادل؟ هل يتعادل بالشوط أو يخرج فريق الكوفة بفارق الهدف؟ هنا تصدي ممتاز من قبل حارس المرمى أحمد مكي. ارتداد سريع غسان، زيد يحاول زيد وصافرة وخطأ. الآن اعتقد خلاص الشوط. غسان تصويب. إذن هنا الصافرة. أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، أينما كنتم تأتي الصافرة لنهاية الشوط الأول بتقدم فريق الشرطة على حساب فريق الكوفة ب 13 هدف مقابل 12 هدف. استراحة قصيرة على أمل العودة إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. إلى ذلك الحين إلى اللقاء.
دائما السلام عليكم عزيزي، سي دائما حبيبي كمل انا الماده خليها معطيني ان شاء الله، تمام؟ اتصل عليه وانا صامت بعد بالله عليك. أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى عودة للشوط الثاني من لقاء الكوفة والشرطة هنا من قاعة الكوفة، لقاء لحساب الدور الأول من المرحلة الثانية. تركنا الشوط الأول بتقدم فارق الهدف الواحد بالنسبة لفريق الشرطة على حساب فريق الكوفة. شوط أول كان ممتاز لكلا الفريقين، ننتظر الشوط الثاني وننتظر أن يكون الأداء أفضل بكثير من الشوط الأول، هذا ما نطمح إليه. بينما هنا الشرطة والمحاولة، ولكن الكرة إلى الخارج، الكرة إلى الخارج، محاولة مستمرة، عادت عبد الكريم حسن. شرطة يحاول ويسجل عن طريق حسين علي حمزة. حسين علي حمزة يسجل هدف الرابع عشر مع بداية الشوط الثاني. كوفة بالمركز العاشر ب 15 نقطة، بينما الشرطة بالمركز الرابع ب 33 نقطة. هنا التحضير، مهند
حسن لمهند، تبقى المحاولة مستمرة وصافرة، ولدينا خطأ. خطأ حكم المباراة وإبعاد لعلي عدنان، لاعب اللي يمتاز بالقوة الجسمانية وطول القامة. شوف المدرب التونسي كمال هديدر. مهند عادل، أمين نضال، تحضير حسن عبد المهدي، كرة مقطوعة لغسان مولدي، تحضير للشرطة، سجل كرار حيدر، سجل الشرطة عن طريق كرار حيدر. 15 مقابل 12، 15 مقابل 12 الآن. مهند، حسن، كرته كانت خاطئة ولكنها تبقى مع فريق الكوفة. علي فارس، وصلت بعد ذلك لمهند، يصوب ويسجل، يصوب ويسجل في اللقطة الماضية، أو خطأ كان، إذن خطأ كان لمصلحة فريق الشرطة، لم يحتسب الهدف لفريق الكوفة في اللقطة الماضية. أحمد حسن، صافرة وخطأ. حسين علي، أحمد حسن، تصويب ورمية جزائية الآن لمصلحة فريق الشرطة. كرار حيدر بتوغل في اللقطة الماضية، وبعد ذلك الخطأ ورمية السبعة أمتار لفريق الشرطة عن طريق لاعب البديل الذي شاهدناه من خلال الشوط الثاني، لاعب فريق الشرطة كرار حيدر. غسان تونسي على التنفيذ، غسان، وهدف للشرطة، هدف للشرطة، الهدف السادس عشر الآن. 16 هدف لفريق الشرطة، كما بدأ الشرطة في الشوط الأول مسجلا للأهداف ومتقدما بفارق الأهداف، يبدأ كالمعتاد في الشوط الثاني بفارق الأهداف ومتقدما ويبدأ بقوة، ولكن في الشوط الأول تراجع مستوى فريق الشرطة بنهاية الشوط الأول، وتمكن فريق الكوفة بالتقدم ب10 مقابل 9، ولكن بعد ذلك كذلك تراجع. وهنا الكرة إلى الخارج من قبل غسان، مرت الكرة، حاول أن يلعب الكرة بطريقة ذكية ولكنها مرت إلى الخارج. هنا حيدر جعفر، حيدر، حسن عبد المهدي، تحضير من جديد لمصلحة الكوفة. المحاولة مستمرة، كوفة الآن مستمرة وخطيرة، خطأ، خطأ لحيدر جعفر أحد البدلاء للمدرب حيدر عبد الواحد. تحضير، تصويبة رائعة جدا، تصويبة رائعة جدا يسجل من خلالها فريق الكوفة. سجل الكوفة، يحاول الشرطة ويسجل كذلك زيد جعفر هذه المرة، سجل زيد، هدف هنا وهدف هنا. حسن عبد المهدي، محاولة مستمرة، تنويع بنقل الكرة. علي فارس، مهند، أمين،
محاولة استمر حسن لعلي فارس وصافرة، ولدينا خطأ الآن، خطأ لمصلحة فريق الكوفة. بسرعة دائما وأبدا. شوف الدفاعات الشرطاوية في الهجمات الحاضرة من فريق الكوفة. تشاهد هناك دفاعات محكمة من قبل لاعبي فريق نادي الشرطة. شرطة الفريق اللي سبق وان حصل على 7 ألقاب. اي نعم، شرطة سبق وان حقق اللقب 7 مرات. كرار حيدر على التنفيذ والهجوم المرتد السريع، سجل كرار لمصلحة فريق الشرطة، سجل كرار لمصلحة فريق الشرطة. 18 مقابل 13 الآن. كما ذكرت فريق الشرطة 7 ألقاب، بدأت موسم 2015-2016 وانتهت بآخر موسم كان 2022-2023. هكذا كانت ألقاب فريق الشرطة، ولكن الكرخ حامل اللقب. اي نعم، الكرخ هو حامل اللقب. واليوم بعد انتهاء المرحلة الأولى، طبعا فريق الحشد في الترتيب الأول ب39 نقطة، وبالترتيب الثاني فريق الكرخ كذلك ب39 نقطة، والمركز الثالث فريق ديالى ب34 نقطة، والشرطة بالمركز الرابع 33 نقطة، الخامس فريق الجيش 33 نقطة، السادس نفط البصرة ب24 نقطة، والسابع كربلاء ب22 نقطة، والثامن الفتوة ب19 نقطة، والتاسع والعاشر السليمانية والكوفة لكل فريق 15 نقطة. هذه ترتيب الفرق العشرة وصولا لفريق الكوفة. شوف لدينا تساوي بالنقاط، ولكن فارق الأهداف تتحدث عن الترتيب الرابع والترتيب الخامس، الشرطة وفريق الجيش، وحتى الترتيب الأول والثاني فريق الحشد وفريق الكرخ، ولكن فارق الأهداف يذهب لمصلحة فريق الحشد، ولكن النقاط بنفس النقاط 39 نقطة. كرة لمصلحة فريق الكوفة. إذن
ننتظر مباراة لا يزال فيها الفارق إلى 5 أهداف. فارق ال5 أهداف، وبالتالي كرة مع فريق الكوفة الآن تستأنف المباراة. تحضير، يحاول أن يقلل الفارق. فريق الكوفة حسن عبد المهدي، تحضير من جديد، محاولة مستمرة، ولدينا صافرة وخطأ من جديد. هجوم لفريق الكوفة، يسيطر على الكرة، يتناقل الكرة بشكل ممتاز ويصل لهدف عن طريق علي فارس. سجل عن طريق علي فارس. تحضير الآن، هدف طبعا الرابع عشر لفريق الكوفة. فارق أصبح إلى 4 أهداف، 18 مقابل 14. غسان، علي عدنان، بينما هنا الكرة في القائم اصطدت، وصلت لحارس المرمى أمير. من جديد كوفة والمحاولات المستمرة من أجل تقليل الفارق حتى يصل إلى هدف التعادل. هكذا يفكر المدرب حيدر عبد الواحد. وبالمقابل التونسي كمال هديدر يحاول أن يوسع الفارق، بينما هنا التصويب باتجاه المرمى وحارس المرمى يتصدى. ارتداد وصلت لأمين نضال. عشرين دقيقة الوقت المتبقي، 10 دقائق انقضت من زمن الشوط الثاني. حسن عبد المهدي، وصلت بعد ذلك لأمين نضال. مستمرة الكرة، تبقى للشرطة. علي عدنان، هنا التحضير، تبقى هذه خطيرة والمحاولة مستمرة، ولكن الله على حارس المرمى، الله على التصدي الممتاز. وهذه فرصة، سجل علي فارس للكوفة، سجل علي فارس للكوفة بطريقة ممتازة. بدأت من حارس المرمى التصدي والارتداد الممتاز، واستطاع أن يسجل. ولدينا تايم أوت الآن لفريق الشرطة. 18 مقابل 15. بدأ يقترب، بدأ يقترب فريق الكوفة. هنا الحكام علي صالح وحيدر فلاح، حكام هذا اللقاء. الدور الأول من مباريات المرحلة الثانية لدور النخبة العراقي لكرة اليد لموسم 2024-2025. صراع كبير ما بين أندية الحشد والكرخ وديالة، الشرطة، الجيش. هذه الفرق في الترتيب من الأول للخامس. شوف الفارق من الخامس إلى الأول، فارق 6 نقاط، ليس بالكبير. يعني ممكن صاحب المركز الخامس يعتلي الصدارة، ممكن صاحب المركز الرابع يعتلي الصدارة، وكذلك حتى الثالث ديالة اللي يمتلك 34 نقطة، ممتاز جدا لغاية الآن، وهو في الترتيب الثالث وعلى بعد
5 نقاط عن المتصدر. هنا الصافرة ولدينا خطأ لفريق الشرطة. حسين علي حمزة على التنفيذ. غسان، علي عدنان، كرة فيها عودة لفريق الكوفة. تحضير لحسن عبد المهدي إلى حيدر جعفر، مهند عادل. تحضير من جديد، تبقى مع الكوفة نقلات، بحث عن الثغرة للتصويب. تأتي الآن ربما تصويب مهند ولكن يغير رأيه. هنا الملازمة وشوف الدفاعات وعدم السماح للتصويب ولا حتى للتمرير. مقطوعة مرتدة الآن، فيها فرصة. غسان التونسي، خطأ لمصلحة الشرطة. حكم المباراة يقول 9 أمتار. تحضير علي عدنان، زيد جعفر، حسين علي حمزة. شرطة، تحضير غسان يحاول، تبقى المحاولة والتصويب والتسجيل. التصويب والتسجيل بطريقة ممتازة في اللقطة الماضية. سجل الشرطة ووسع الفارق، وسع الفارق إلى 4 أهداف. 19 مقابل 15 الآن. كرار حيدر هو من أضاف الهدف الأخير في اللقطة الماضية، وهنا يسجل فريق الكوفة. هذه المرة يسجل كذلك برهان الدين بالرقم 8، سجل لفريق الكوفة الهدف السادس عشر. 19 مقابل 16 الآن. غسان، تحضير، فرصة وتسجيل كذلك. التسجيل كذلك بنفس الطريقة بنفس الزاوية وكالمعتاد. فريق الشرطة بهكذا هجمات والتنويع عن طريق الأطراف يدخل ويسجل ويضيف الهدف رقم 20. 4 أهداف هو الفارق. هل يتمكن فريق الكوفة كما فعلها بالشوط الأول عندما وصل للهدف التاسع، عندما سجل هدف التعادل وبعد ذلك سجل العاشر ليكون له التفوق، ومن ثم عاد فريق الشرطة. عاد الآن الشوط الثاني تفوق لفريق الشرطة. هل يتمكن الكوفة من العودة؟ غسان، خطأ، سريع الكرة. زيد علي عدنان، حسين علي، تبقى المحاولة. كرار، علي عدنان، محاولة مستمرة. زيد جعفر، وصلت بعد ذلك لعبد الكريم خطأ لقطة الماضية. عبد الكريم حسن ورمية 7 أمتار لمصلحة فريق الشرطة. غسان على التنفيذ، دخول للحارس أمير خالد. كان أمير فرحان، الآن أمير خالد في المرمى، والهدف لمصلحة فريق الشرطة. هدف الآن سجل الشرطة هدف رقم 21.
بدأ الفارق. واحد وعشرين مقابل 16. لدينا 5 أهداف هو الفارق. وهنا التحضير سريع الكرة والدخول والتسجيل بطريقة ممتازة لفريق الكوفة. تسجيل بطريقة ممتازة لفريق الكوفة. هدف السابع عشر. وهنا الهدف رقم 22. هدف رقم 22 مقابل 17. بدأت المباراة تأخذ طابع السرعة والسجال على مستوى التسجيل بهدف هنا وهدف هناك، بهدف ويأتي بالمقابل هدف آخر. هنا التصويب والتسجيل لفريق الكوفة. الهدف الثامن عشر. كرار حيدر. غسان. تحضير الآن. محاولة مستمرة. تبقى للشرطة. يسجل الشرطة. الهدف 23 مقابل 18. في نفس التوقيت مباراة كذلك ما بين التحدث عن الفرق ومباريات هذا الدور الأول من المرحلة الثانية، لقاء بلدية البصرة والكرخ. مباراة كذلك التي تنقل عبر قناة الرياضية العراقية. هنا التحضير وحارس المرمى يتصدى هذه المرة أحمد مكي في اللقطة الماضية. شرطة. محاولة مستمرة. تحضير إلى جهة اليمين. دخول وبقوة يسجل عبد الكريم حسن لمصلحة فريق الشرطة. الهدف رقم 24 مقابل 18. أعتقد هذه المرة الأولى التي يصل من خلالها الفارق إلى 6 أهداف في المباراة. المرة الأولى التي يصل فيها الشرطة بفارق 6 أهداف ما بينه وبين الكوفة. هنا أحمد مكي يتصدى للكرة ولكن من قبلها صافرة، ولدينا خطأ إذن على التنفيذ برهان الدين. تحضير كوفة. مهند عادل. صافرة وخطأ. صافرة ولدينا خطأ. كرة الماضية. رمية جزائية الآن. التنفيذ عن طريق مهند عادل بمواجهة أحمد مكي ويسجل مهند الهدف 19 لفريق الكوفة. أحمد حسن. زيد. عبد الكريم لزيد لأحمد حسن. شرطة. محاولة مستمرة. أحمد حسن. هنا كرار بدخول والتسجيل عن طريق كرار حيدر. هدف رقم 25 لفريق الشرطة. شوف كلما حاول الاقتراب تشاهد الشرطة يحاول الابتعاد وتوسيع الفارق.
لكي يؤمن النتيجة والانتصار من خلال هذا اللقاء، ولكن لا زالت الأمور والمحاولة مستمرة صافرة، ولدينا خطأ لمهند عادل. حسن عبد المهدي، مهند عادل لحسن، مقطوعة، ارتداد سريع، هذه المرة زيد، وتبقى لكرار. كرار يسجل كرار حيدر الهدف رقم 26، وأصبح الفارق 7 الآن، 7 أهداف الفارق، 26 مقابل 19. ارتداد دائما ما يكون خطير فيه فريق الشرطة، ومنضبط تماما وبانضباط وتكتيك عالي، يسجل من الكرات المرتدة والهجمات المرتدة، والدفاع دائما يكون محكم بالنسبة للاعبي فريق الشرطة. هنا خطأ على كرار حيدر، رمية جزائية الآن. رمية جزائية مهند عادل هداف الدوري بعد انتهاء المرحلة الأولى، هو على التنفيذ بمواجهة أحمد مكي، ويسجل لفريق الكوفة هدف رقم 20. أحمد حسن، علي عدنان، نذكر بأنه مدرب فريق الشرطة المدرب التونسي الجديد لقيادة الفريق أتى خلفا، تحدث عن هذا الموسم للمدرب الذي قدم الاستقالة خالد عدنان قبل انتهاء المرحلة الأولى بدور واحد. قبل أن تنتهي المرحلة بدور واحد قدم الاستقالة خالد عدنان، وبالتالي كمال هيدر يأتي خلفا لخالد عدنان. غسان على التنفيذ، يصوب ويسجل لفريق الشرطة هدف رقم 27 للشرطة. تحضير الآن حيدر جعفر، مهند عادل، أمين نضال، هنا برهان الدين، مهند، صافرة، وخطأ على أحمد حسن، خطأ على أحمد لمهند عادل، تنفذ بشكل سريع. أمين، مهند، حسن، محاولة مستمرة مهند، الخطأ على غسان، خطأ واضح في اللقطة الماضية. هنا التحضير، كرة لمصلحة فريق الشرطة فيها عودة. غسان على التنفيذ، يقود هجوم، وصلت لعبد الكريم حسن، علي عدنان، أحمد حسن، غسان، كرار حيدر. حكم المباراة علي صالح وحيدر فلاح، قرار بإبعاد
مهند عادل بسبب الإعاقة، وبالتالي الخطأ الآن، ورمية 7 أمتار لغسان المولدي. غسان تصويب مرة أخرى يسجل فيها، على دفعتين سجل غسان هدف رقم 28. 28 الآن. فارق إلى 8 أهداف. تحضير الآن حسن عبد المهدي، محاولة مستمرة، تصويب بطريقة ممتازة من محمد الباقر، يسجل، وهنا التسجيل كذلك، التسجيل كذلك. سجل فريق الكوفة وسجل فريق الشرطة. تحضير الآن حسن عبد المهدي، ولكن أحمد مكي يتصدى. جانبية الآن، ربما لدينا تايم اوت او لا يوجد. نعم بالفعل لا يوجد تايم اوت، تستمر المباراة. غسان للشرطة، محاولة مستمرة، علي عدنان لغسان، تصويب، وحارس المرمى يتصدى أمير خالد. حسن عبد المهدي، أمين نضال، صافرة وخطأ وإبعاد لأحمد حسن، هذه المرة الثانية في هذه المباراة. إبعاد لأحمد حسن. خطأ ينفذ. فريق الكوفة 5 فوز و9 خسار من خلال المرحلة الأولى. كرة إلى الخارج من قبل حيدر جعفر، ارتداد كرار، يسجل كرار حيدر، يسجل كرار حيدر. هدف رقم 30 لفريق الشرطة. فريق الشرطة طبعا 11 انتصار 3 خسار من خلال المرحلة الأولى. كل فريق 14 مباراة بالمرحلة الأولى. كلاهما طبعا بالمرحلة الأولى. لا فريق الشرطة ولا فريق الكوفة تعادل بمباراة في جميع مباريات المرحلة الأولى. هذه فرصة لمهند، وحارس المرمى أحمد مكي يتصدى للكرة. غسان يقود الكرة والهجوم ويسجل غسان. سجل غسان 31 هدف الآن لفريق الشرطة. 31 هدف لفريق الشرطة، أصبح الفارق كبير. تحضير الآن أحمد مكي من جديد، تصدى للعديد من الكرات. حارس مرمى ممتاز، حارس مرمى فريق الشرطة اللي هو أحمد مكي. خطأ لأحمد حسن
في المرحلة الأولى فريق الشرطة سجل 431 هدف، واستقبل الشباكة 307 هدف. هذه الأهداف التي سجلها واستقبلها فريق الشرطة، بينما هنا التسجيل هدف رقم 32 عن طريق عبد الكريم، وهنا تسجيل لفريق الكوفة. كذلك ارتداد سريع، حارس المرمى يتصدى، مهند عادل بارتداد وبفرصة سجل كذلك فريق الكوفة. تحضير صافرة وخطأ حسين علي حمزة. خطأ إذن. حسين علي حمزة. فريق الكوفة 357 هدف سجل في المرحلة الأولى، واستقبل الشباكة 379 هدف في 14 مباراة. بكل تأكيد الشرطة أفضل هجوما وأفضل دفاعا. شرطة إذن من خلال الكرة الماضية، فريق الشرطة ومن خلال الشوطين تأتي النتيجة الحاضرة ب 32 هدف مقابل 23 هدف. ينتهي اللقاء. مبروك لفريق الشرطة، هارد لك لفريق الكوفة في المباريات القادمة. كنت معكم معلقا للمباراة علي الشمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.